بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هندردش مع حضراتكم عن النادي الأهلي. النادي الأهلي ناس كتير شايفة إنه عنده مشاكل وإن في أزمة، خاصة إن إحنا رايحين لكأس العالم للأندية. الأزمة دي اللي الناس شايفاها تتمثل في إن حوالي 14 لعيب رحلوا عن النادي الأهلي في الانتقالات الصيفية الماضية في بداية الموسم، والأهلي ما عوضش اللعيبة اللي خرجت دي غير بأربع لعيبة فقط. اتهامات موجهة لمجلس الإدارة. الجمهور بيقول إيه، أو فئة من الجمهور أو بعض الناس: فين الصفقات التي تعوض رحيل أكثر من 10 لاعبين هذا الموسم، زي محمد عبد المنعم وكهربا وبرسيتاو واحمد عبد القادر وحمدي فتحي واليو ديانج ولاعيبه كتيره؟ فين اللعيبه دي؟ الاداره جابت 4 لعيبه: يحيى عطية الله و3 لعيبه كمان، وقالوا خلاص احنا مش محتاجين غير كده. منهم طبعا وسام ابو علي، ولاعيب سيرد باك من المغرب، ولاعيب سيرد باك من قطر لكن يحمل الجنسية المصرية. قالوا ان احنا تمام كده، لكن الفريق انكشف، وبالتالي انكشفت الإدارة على مدار الموسم. يعني سمحتوا برحيل أكتر من لعيب وما جبتوش اللي يسد مكانهم، خاصة في الأماكن الحساسة: السيرد باك وخط النص والجناح أو الجناحين وراس الحربة الصريح. فالمطلوب إيه عشان الجمهور يرتاح؟ المطلوب الحقيقة، والحقيقة فقط وليس غيرها. هل في صفقات فعلا واحنا في الموسم الانتقالات الشتوية اللي احنا دلوقتي عدى منها اكتر من 20 يوم؟ هل في صفقات فعلا ولا هو مسكنات ووعود فاضية للجمهور ان هنجيب وهنجيب وهنجيب والجمهور مش شايف؟ ده الانتقال القيد الافريقي هينتهي 31 يناير، القيد المحلي هينتهي 8 فبراير. احنا يهمنا القيد الافريقي عشان بطولة افريقيا. ما ينفعش نزيف النقاط اللي الاهلي بيخسره، واخرها امبارح متعادل مع فاركو 1-1، وقبليها مهزوم على ارضه امام اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي. ده مش هو ده الاهلي اللي احنا نعرفه، مش هو ده الاهلي اللي الجمهور يحب يشوفه. الإدارة متهمة بالتقصير في الصفقات. واحد يقول ما هو بيعرضوا على الراجل المدرب وهو بيرفض. الرأي التاني يقول له اللعيبة للإدارة والتشكيل للجمهور. بمعنى إيه؟ إن ممكن، وحصلت كتير في أندية كتير، المدرب يختار لعيبة وبعد فترة بعد شوية يسيب النادي ويمشي، والنادي اللي يلبس لعيبة دي بعقود 2 و4 سنين. فإذا ما كانش النادي موافق بنسبة 100% على اللعيبة دي ما يجيبهاش. المفروض المدرب يبقى رأيه استشاري. يعني هنديك مثلا بيان في كل مركز ب3 لعيبة، واحنا اللي نقدر نجيبه. فالإدارة المفترض إن هي يعني تنشط أكتر من كده وتشد حيلها أكتر من كده.
وبعدين كان الصح ان الصفقات دي او البحث ده ما يبقاش في بداية يناير. كان المفترض يبقى في ديسمبر، يبقى نوفمبر، يبقى مخلصين مع اللعيبة، بحيث لما يجي يناير نسجل اللعيبة في أول يوم على طول. بعض من الجمهور بيقول إن دي سقطة، إن الإدارة استنت لغاية أول الانتقالات الشتوية وبدأت تتفاوض، فالوقت مزنوق، والأندية الأوروبية اللي الأهلي مصر يجيب منها بتتحكم، لأن برضو حدود إنها تعوض اللعيب اللي هيمشي ضعيفة بالنسبة لها. طب إحنا ليه ما نرجعش لأصلنا لأفريقيا، اللي كان المهندس عادل القيعي بيروح 24 ساعة يجيب اللعيب ويجي من أفريقيا، يجيبه بكلام فاضي يعني، مش بملايين والأندية تتحكم، الأندية الأوروبية تتحكم في النادي. لا، الأندية الأفريقية تتمنى وترحب إنها تتعامل وتتعاون مع النادي الأهلي. شوفوا الفرق بتاع شمال أفريقيا، فرق تونس والجزائر بيجيبوا لعيبة ب ب بآلاف الدولارات، يعني 100,000 200,000. لكن النادي الأهلي لما بيجيب لعيب بيجيبه بمليون، مليون ونص. فاشمعنى يعني؟ فدي اتهامات موجهة للإدارة. طيب، في برضو الكابتن المدير الرياضي للنادي، برضو بعض الناس بتتكلم عليه. ومن ساعة ما جه عمل ايه؟ فين الصفقات؟ فين الصفقات اللي هو أبرمها للنادي؟ مفيش. لكن في مشاكل، ومشاكل بتظهر على الإعلام، وما كانش الكلام ده بيحصل قبل كده. تقول لي دي شفافية، ما الشفافية مش في كل حاجة. مش لأن أنا يعني أنشر غسيل اللي مش نظيف كده على الملأ كده. ففي رأي بيقول إن المفروض المشاكل دي تتحل في أوضة اللبس، مش كل يوم والتاني نسمع عن مشاكل في أوضة اللبس والمدير الرياضي وقع غرامة 1,000,000 جنيه على كهرباء، وقع غرامة مش عارف ايه كام على مين. ف يعني عايزين المدير الرياضي يبقى نشاطه يعني يتجاوز الغرامات بقى. نبص للتجديد، عندنا 7 لعيبة أو أكتر ما جددوش، يحق لهم إن هم يمضوا لأي نادي في شهر يناير ده. فالمدير الرياضي الكابتن محمد رمضان برضو طالته بعض الاتهامات بهذا الخصوص. كذلك المدرب كولر، سنتين تمام التمام، نمبر 1 على الفرازة، وتقريبا خلص الأفكار اللي عنده، ما عندوش جديد. خلص الخطط اللي عنده، ما عندوش حلول تبان في المباريات. يعني أول ما جه قعد مع كهربا وطور كهربا، وكهربا عمل موسم ولا أروع في أفريقيا وفي الدوري. طور حسين الشحات، طور بعض اللعيبة، ثم تقريبا البنزين بتاعه خلص، أو الرصيد بتاعه نفذ. فدلوقتي مفيش تطوير، عنده مشاكل في الدفاع، عنده يعني لو وسام أبو علي بعافية ولا مش موجود زي ما شفنا في ماتش فاركو، عندنا مشاكل في التهديف. فالمفروض المدرب يعني يشحذ الهمم اللي عنده ويعصر حبل أفكاره عشان يطلع خطط جديدة غير اللي الفرق حفظتها. فرق بتعمل لك زون ديفنس وانت ما بتعرفش تعمل حاجة كنادي أهلي. فالمفروض المدرب يعني يطلع من جعبته حاجة جديدة.
يطلع حاجة جديدة عشان نستمر في بطولة أفريقيا ونستمر في الدوري العام. وإن شاء الله إحنا يعني نأمل إن إحنا نبقى على المستوى اللي الجمهور عاوزه. كنادي أهلي مفروض يبقى على المستوى اللي يرضي جمهوره، سواء في الدوري أو في بطولة أفريقيا. الأهلي دلوقتي التاني عنده 19 نقطة بعد بيراميدز. مش هو ده المأمول والمنتظر من إدارة النادي الأهلي، من المدير الرياضي للنادي الأهلي، من مدرب النادي الأهلي؟ فنتمنى في الأيام القادمة تبقى الأمور أفضل من اللي احنا شايفينه الأيام دي. ونشوفكم على خير ونقول سلام عليكم.